السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ صلوا على النبي الأول كده. وحابة أكلمكم عن حاجة زعلتني أوي أوي امبارح. أنا كنت منزلة فيديو بعمل فيه روتين. أنا قناتي قناة لسه مبتدئة، لسه قناة لسه صغيرة. عاملة فيها روتينات مطبخ، تنظيف شقة، فلوجات، روتينات، يعني عاملة حاجات تحديات هي متنوعة. آه يعني ما تبقي لسه قناه صغننه كده، بتبقي اي كومنت بيجيلك بتبقي تقريه كويس جدا، يعني حتى لو قناه كبيره اكيد بتقرا الكومنتات. بس انا دخلت واحده او واحد، بس انا شاكه انها واحده والله اعلم. دخلت واحده قالت لي اللهم صل على النبي. قالت لي انت بتقلدي حمدي ووفاء، انت بتحاولي تقلدي بس انت هتفشلي ومش هتعرفي تقلديهم ومش هتبقي زيهم ومش هتعرفي توصلي، كلام من ده يعني بما معناه يعني كلامها. ف استغربت صراحة كلامها. انا اولا ما كنتش بقلد حد، بس هقولك على حاجة. لو انت اكيد لما انت متابعاني هتشوف الفيديو ده. انا من فانز حمدي وفاء، واتمنى اوصل لشهرة حمدي وفاء، واتمنى ابقى زيهم. ولو ممكن اكون بعمل يعني الفيديوهات بتاعتهم اولا واخيرا فيديوهاتهم جميلة جدا. انا عيالي في البيت هنا احنا 24 ساعة شغالين ايه؟ حمدي ووفاء. يعني احنا هنا في شقتنا هنا بنشغل على التلفزيون هنا حمدي ووفاء على على الواي فاي. ف والله 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 ما بكذب، كل كلمه بقولها على حمدي ووفاء. ان انا فيديوهات ان انا بنتي الصغيره بتحب حمدي ووفاء، فانا بحبهم وواخداهم قدوه. انا واخده حمدي ووفاء، بالنسبه لي حمدي ووفاء قدوه، وقدوه حسنه مش قدوه سيئه. ويا ريت اوصل لهم ويا ريت ابقى زيهم، لان انا من فانزاتهم. وهقول لك على حاجه، حمدي ووفاء طلعوا السلم واحده واحده من ايام شقه شبرا. انا متابعاهم من زمان صراحه، كنت متابعاهم من زمان، مش كنتش لسه متابعاهم قوي. بس بدات اتابعهم لما لقيت ولادي متعلقين بيهم، قمت افهم هم عملوا ايه. حمدي ووفاء طلعوا السكه واحده واحده، طلعوا السلم واحده واحده. عملوا ايه حمدي ووفاء؟ بدأوا صغيرين زينا بموبايلات، زي ما انا عامله موبايل. انا معيش كاميرا، انا معايا موبايل ورينج لايت، لسه مبتدئه. مش ان انا مستخسره اصرف على القناه، لا. انا مستنيه اشوف قناتي لو هتشتغل، ولو هتبقى قناه يعني هتتشاف، هجيب وهصرف عليها اكيد. انما مش معقوله اروح اصرف وانا قناتي لسه قناه صغيره، فانا لسه مش عارفه. فحمدي وفاء برضو كان بادئ زينا بموبايلات ورينج لايت، وربنا كرمه وبدا يجيب شقه في الشروق، وبدا يجيب هنا وهنا، وربنا يا رب يا رب يا رب يبارك له. ما بحسدوش والله. ربنا يا رب يبارك لك يا حمدي انت ووفاء، لانك انت شخصيه محترمه ومراتك شخصيه محترمه. احنا ما شفناش منكم اي حاجه. انا بسيب اطفالي يتفرجوا على حمدي ووفاء وانا مطمنه، لان عارفه ان مفيش لفظ خارج، بالعكس بيعلموا عيالنا حاجات كتير حلوه، بيعلموا ولادنا التعاون، بيعلموا ولادنا الهدوء. يعني ندى بسم الله ما شاء الله عليها، يعني انا شايفاهم قدوه حسنه لاي يوتيوبر. فلو انت جايه تقولي لي انت بتقلدي حمدي وفاء، انا مش زعلانه على فكره، لان انت كده يعني انا حابه ان انا اقلد حمدي وفاء. ولو عملت يعني نفسي اوصل اللي هم وصلوا له. آه، حابه كمان اقول يعني يا جماعه احنا قناه صغيره، بلاش نقول قناه يعني حاجات سلبيه وكومنتات سلبيه واحنا لسه في البدايه. لان احنا اي كومنت بسيط ممكن نحس فيه باهانه. ليه؟ لان احنا قناه لسه مبتدئه. لما اشوف كومنت مش حلو اكيد ممكن ان انا اقول لا، انا مش، ناس مش حباني، الناس مش عايزاني. بس انا مش هعمل كده، لان انا عارفه ان في كل مجال في الحلو وفي الوحش. فان شاء الله ان شاء الله حتى لكل قناه صغيره زيي اوعي تاخدي بكلام كومنتات، بالعكس ده اللي يحفزوكي، وانا الكومنت ده هيحفزني ان انا اعمل حاجات، وهعمل اكتر كمان من حمدي ووفاء. ولو شفتي حمدي ووفاء ميزتهم ان هم عملوا تحديات محدش عملها على اليوتيوب، زي تحدي يوم كامل في العربيه، زي تحدي يوم كامل في البسين، زي تحديات كتير قوي انا متابعاهم وشفت. واتمنى ان انا اعمل زيهم، ونفسي اعمل زيهم، وان شاء الله في يوم من الايام. مش ان انا عايزه اعمل زيهم، لا، مش موضوع ان انا اعمل زي حمدي ووفاء. انا بحترم حمدي ووفاء، بس انا كمشاهده ومن فانز حمدي ووفاء اتمنى اشوف عايزه استمتع زي ما هم بيقولك احنا استمتعنا باليوم. فانا حابه ان انا استمتع زيهم واعيش الاجواء اللي هم عاشوها، وفرجكم برضو تجربتي. هل حمدي ووفاء فعلا كان عندهم حق لما قالوا احنا استمتعنا، ولا ما كانش عندهم حق؟ انا هنقول لكم التجربه دي.
هنقول لكم فعلا التجربه دي. ومش حمد ووفاء لوحده، انا متابعه ناس كتير. انا متابعه ام جنى، بحبها جدا، على الرغم ان ام جنى يعني اعتبر محتواها اكل، بتقعد كده. انا بحب في ام جنى حاجه واحده بس، تلقائيتها. ام جنى تلقائيه زياده عن اللزوم، مش مصطنعه نهائي. اللي في قلبها على لسانها بتقوله، ما بيهمهاش. ست جد، ست صح، مربيه اولادها. فام جنى برضو انا متابعاها وحابه فيها تلقائيتها. انا برضو بتكلم معاكم مش مجهزه للكلام، انا بتكلم معاكم بتلقائيه، اللي في قلبي طلعتهم لكم. ناس كتير متابعاها على اليوتيوب. طب انا بحب احمد تي في. احمد تي في بيخش يعمل رياكت على اليوتيوبر والتيك توك وكل الناس دي. انا بحبه جدا. لو جد في يوم من الايام اتريق عليا انا هضحك، انا مش زعلانه يعني. لو جه احمد في يوم اتريق على اللي يعني، لما قناه تتشاف، لما انا لسه قناه صغننه قوي، وان شاء الله تتشاف وابقى من المشاهير، وان شاء الله ربنا ثم انتوا هتوصلوني ان شاء الله هبقى قناه كبيره، بس بربنا ثم انتم. فانا يا جماعه متابعه ناس كتير غير حمد ووفاء، وناخده ناس كتير قدوه. فانا ان كنت يعني شايفيني بقلد، او انت شفتيني في فيديو واحد بس بقلد فيه حمد ووفاء، فانا ستي انا مش زعلانه، ودي بالنسبه لي حاجه مفرحاني. ويا ريت اوصل لربع حمد ووفاء، ماشي. ويا رب اوصل بس لمحبتهم للناس، الناس بتحبهم جدا، وانا مش طمعانه غير ان انتوا تحبوني، وتحبوني وتحبوا جوزي وتحبوا ولادي. وهطلع معاكم بتلقائيتي برضو. انا برضو ما بعرفش اتكلم، ما بعرفش اقول بقى الكلام مرتب، ما بعرفش اقول الكلام كده مرتب. انا بعرف اقول الكلام زي ما انا عارفه، زي ما انا بتكلم مع ولادي بتكلم معاكم. فيا رب تشجعوني، وهعمل لكم تحديات جامده جدا. ولو الفيديو ده عشان اثبت لكم ان انا قد التحدي، وعشان اتحدى الانسانه المحترمه، الانسانه المحترمه اللي دخلت في كومنت قالت لي انت بتقلدي حمدي ووفاء، عشان اثبت لك ان انا بقى مش بقلدهم، انا هعمل لك الفيديوهات بتاعتهم بطريقه تانية، وبطريقتي، بطريقه عماد وايمان. الفيديو ده لو وصل 50,000 لايك، لو وصل 50,000 لايك، هعمل لكم اول تحدي من حمد وفاء، اول تحدي يوم كامل في العربيه. على الرغم ان انا عربيتي صغيره مش زي عربيه حمد وفاء، عربيتنا يعني حندقه كده، عربيه بسيطه على قدنا يعني، بس هتحدى نفسي وهتحداكوا بأمر الله، بأمر الله مش بأمر حد، بأمر الله. وإن شاء الله لو الفيديو ده جاب 50,000 لايك، عشان تدوني بس هذا يعني طاقة. لما اجي اقول لجوزي عايزين نعمل يوم كامل في العربية، جوزي هيقول لي ليه؟ انت مين هيشوفك اصلا؟ انت مين هتعملي يوم كامل في العربية ليه؟ انت عشان تشوفك 100 ولا؟ طبعا 100 ولا 150 دول على راسي، والواحد لو دخل شافني على راسي، بس انا بتكلم ان هو برضو تعب ومجهود ومشقة. فانا هقول له كده لو الفيديو ده جاب 50,000 لايك، والله والله وحياة ربنا، وحياة ربنا لأعمل لكم يوم كامل في العربية. ويلا بقى نشوف انتوا هتعملوا ايه، واشوف هتوصلوني ولا لا. واي تحدي انتوا عايزينه منه اكتبوا لي في التعليقات، وانا اي تحدي، اي تحدي انتوا هتطلبوني. يعني انا لسه قناه صغيره يا جماعه، ممكن الفيديو ده يتشاف او ما يتشافش، فانا بتحدى نفسي. هي البني ادمه اللي دخلت علقت لي دي اللي ادتني طاقه. يعني شوفوا يا جماعه، تعليق سلبي بدل ما انا اقول لا تعليق سلبي، لا انا همسح كل فيديوهاتي، لا انا مش، لا 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 لا, لا. التعليق بتاعك خلى جوايا طاقه ان انا لا ما شاء الله ان انا هعمل، وهوريكي يوميات عماد وايمان دي ان شاء الله، ان شاء الله بربنا ثم بيكم هتبقى ايه. ولو في تحدي انتوا عايزين اعمله معين انا وعيلتي، اكتبوا لي في التعليقات. واكتر تحدي انتوا هتكتبوا لي، واكتر تحدي يعني هيتجمع اصوات، انا هعمله لكم وهكون قدها ان شاء الله. بس ادعوا لي قناتي يعني تعلى شويه، لان انا لسه قناه صغننه جدا. فاقول لكم مع السلامه، ويا رب اكون ما كنتش تقيله على قلبكم، ويا رب اكون كلامي ما زعلش حد. والله انا بحب كل الناس، بحب كل الناس والله العظيم. واقول لكم مع السلامه، باي باي، مع السلامه.